السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. الوحدة التانية تاني إعدادي، حاصل الضرب الديكارتي. بالمناسبة قبل ما نبدأ الشرح بإذن الله قريبا جدا، قد يكون غدا أو بعد غدا، هنزل لكم فيديو فيه ملخص الوحدة الأولى كلها ومسائل عليها عامة عليها. دورك أنت لازم أول حاجة تكون ملم بكل أفكار الوحدة، قواعد الوحدة أولا، قواعد الدرس كاملة، وبعد كده تبدأ بالأفكار البسيطة والسهلة. أول ما تلاقي نفسك خلاص بقيت كويس فيها ابدأ اعلى في المستوى. أول حاجة عندنا هنا الزوج المرتب. أول تعريف في الدرس ده تعريف اسمه الزوج المرتب. طيب إيه الزوج المرتب ده؟ ده بيكون عبارة عن إحداثيين، الإحداثي X والإحداثي Y، أو المسقط الأول X والمسقط الأول Y. أنا هنا بحاول أكلمك بلغة سهلة خالص بحيث تبقى الأمور سهلة عليك. الزوج المرتب ببساطة خالص كده بيكون عبارة عن رقمين، ده شكله رقمين وبينهم قوسين بالمنظر ده. طيب الرقم الأول ده بنسميه المسقط الأول، الرقم التاني ده بنسميه المسقط التاني. طيب نيجي بعد كده، إيه بقى الزوج المرتب ده بنلاقيه فين؟ أنت خدت حاجة اسمها المستوى الإحداثي، أو في بيسموها ببعض الأماكن الشبكة التربيعية. المستوى الإحداثي أو الشبكة التربيعية دي كنا بنيجي هنا بنقول الخط المستقيم الأفقي ده هو محور X، والمستقيم الرأسي ده هو محور Y. طيب إيه علاقة ده بالزوج المرتب؟ الزوج المرتب بقى بص، الرقم الأول ده اللي هو مسقط X ده هو الأرض بتاعتك اللي بتقف عليها، يعني ده إحنا بنقف على الأرض، بنقف على الأفقي، بنقف على الإكس هنا. طيب يبقى إحنا هنقف عند الإيه هنا أهو، اللي هو الرقم ده هنقف عند هنا، هنقف عند الإيه هنا أهو، من عند الإيه دي هطلع لحد البي هنا كده أهو. يبقى هنا كده ده مكان الزوج المرتب AB، ده مكان الزوج المرتب AB. طيب في معلومات مهمة لازم تعرفها عن الزوج المرتب. أول حاجة إن الزوج المرتب ما ينفعش التبديل فيه. يعني إيه؟ يعني لو قلت لك مثلا A B أهي كده، ده لا يساوي B و A. A B لا يساوي B و A، لأن ببساطة A B مكانها هنا أهو، B A مكانها في حتة تاني خالص في المستوى الإحداثي أو الشبكة التربيعية. طيب نكمل باقي الكلام. تاني حاجة عندك حاجة اسمها تساوي زوجين مرتبين، تساوي زوجين مرتبين. طيب يعني ايه؟ يعني ببساطة بيكون المسقط الأول بيساوي المسقط الأول والمسقط التاني يساوي المسقط التاني. اللي مش فاهم يكمل معايا بالراحة كده اهو. أنا عندي هنا اهو الزوج المرتب الأول AB يساوي الزوج المرتب التاني 3 وسالب 4. يبقى ده معناه على طول كده الأول يساوي الأول، المسقط الأول ده يساوي المسقط الأول ده، يعني ال A تساوي 3 والمسقط التاني يساوي المسقط التاني، يبقى ال B تساوي سالب 4. ده المعنى البسيط خالص لتساوي زوجين مرتبين. تالت معلومة مهمة جدا في الدرس ده هي حاصل الضرب الديكارتي. يقول لك ايه؟ أول ما تشوف x في y دي، المجموعة x والمجموعة y وبينهم علامة شبه علامة الفي، نقراها ازاي؟ x ضرب y، نقراها x ضرب y، وده بيساوي الزوج المرتب AB، حيث ال A موجودة في الإكس والB موجودة في الواي. ده تعريف الضرب الديكارتي. بس لو ما فهمتش التعريف ده يعني أهم حاجة إنك تعرف تطبق عليه، فحاول تفهمه الأول، حاول تفهم الأول إزاي نحل أكتر من إنك تفهم التعريف، ومع الوقت هتقدر تستوعب التعريف بسهولة. طب لو مثلا قال لك y و x، y ضرب x، خلاص يبقى y ضرب x عبارة عن الزوج المرتب A و B. بس المرة دي بقى ال A هتنتمي لمين؟ للواي، يعني ال A مع الواي اهي، وال B في ال B دي هتكون مع ال X، أو B تنتمي ل X اهي. طيب لحد كده أنا لسه بقول تعريفات. طب تعالى بقى ناخد مثال عشان نفهم أكتر يعني إيه X ضرب Y أو Y ضرب X.
لو مثلا هنا جه قال لي مثال واحد اهو، اكس عبارة عن 1 و2، اكس عبارة عن المجموعة 1 و2، واي عبارة عن المجموعة 5 و7 و8. جه قال لي اوجد اكس ضرب واي. طيب ده بيساوي، هنفتح قوس مجموعة كده وركز في ده ان قوس مجموعة. شوف بقى تعمل ايه بقى، سهلة جدا. هتقول واحد، العنصر الأول من اكس اللي هو 1 و5، 1 و5 اهي، زوج مرتب طبعا. بعد كده كرر تاني بقى 1 و7، سهلة جدا ما فيهاش أي حاجة خالص. 1 و8، كده احنا خلصنا الواحد اهو، الواحد في الاكس، لسه باقي الاتنين، هنعيد نفس القصة تاني. 2 و5، 2 و7، 2 و8. اعتقد كده انت فهمت ايه معنى كلمة اكس ضرب واي. طيب لو جيت قلت لك بقى احنا عايزين واي ضرب اكس، سهلة جدا. واي ضرب اكس دي هنبدأ بالواي بقى المرة دي، يبقى هقول 5 و1 اهي، 5 و1، 5 و2. طيب بعد كده 7 و1، بعد كده 7 و2. طيب لسه 8 و1. طيب بعد كده 8 و2، ونقفل القوس على كده. لاحظ ان كلها ازواج مرتبة وبين قوسين مجموعة. طيب جه قال لك مثلا احنا عايزين دلوقتي اكس اس 2، او اللي هي معناها اكس ضرب اكس، الاكس في نفسها. طيب دي نعملها ازاي؟ شوف ببساطة تعمل ايه. الاكس اهي، طيب الاكس في نفسها، شوف انا بعمل ايه. انا بكتب على الاكس كده من فوق هي نفسها زي ما هي، بكتب على الاكس من فوق نفس عناصرها كده عشان ما اتلخبطش. وبعد كده بقول 1 و1 اهو، 1 و2. طيب بعد كده 1 و1، 1 و2، 2 و1، 2 و2. دي اكس في اكس، ونفس الكلام بقى واي في واي. طيب في جزئيتين تانيين مهمين جدا هيجوا في المسائل، اللي هي رسم المخطط السهمي والمخطط البياني، هيجوا في المسائل بإذن الله. الجزء الرابع برضو المهم جدا في الدرس ده، حاصل ضرب الديكارتي المجموعتين غير منتهيتين، مثلا n و n، z و z، q و q، او r في r. لازم تعرف ان حاصل الضرب الديكارتي المجموعتين غير منتهيتين بيكون برضو مجموعة غير منتهية. طيب ايه اللي احنا المفروض نعرفه في المعلومة دي؟ يجي مثلا يقول لك الزوج المرتب a 3 و4 هل ينتمي ل n ضرب n؟ طب انت لازم تعرفها ازاي؟ هتشوف التلاتة والاربعة دي، هل التلاتة والاربعة الرقمين دول موجودين في الان ولا لأ؟ طب يجي طالب يقول لي هو ايه الان دي اصلا يا مستر، انا مش عارفها. الان دي هي مجموعة الاعداد الطبيعية اللي هي بدايتها 0 و1 و2 و3 و4 وهكذا. طب تعالى نشوف، هل التلاتة ينتمي لان؟ ايوه. طب هل الاربعة تنتمي لان؟ ايوه. اذا 3 و4 اذا ايه؟ ينتمي لان ضرب ان. طب تعالى كده هنا b سالب 2 و5. طيب احنا لسه قايل لك من ثواني اهو ان ال n عبارة عن مجموعة الأعداد الطبيعية اللي هي من أول الصفر وكل الموجب، بس هنا في البي المسقط الأول سالب. يبقى هنا لأ، يبقى ده كده لا ينتمي. يبقى الزوج المرتب بي لا ينتمي لأن ضرب n. طب سي هنا عبارة عن الجذر التكعيبي لسالب 8 و5. انت خليك شاطر كده، الجذر التكعيبي لسالب 8 دي تساوي كام؟ تساوي سالب 2. مش عارف اعملها بالآلة، يبقى سي كده عبارة عن سالب 2 و5. طب هل ده ينتمي لزد ضرب زد؟ زد دي اللي هي الأعداد الصحيحة، اللي هي الموجب والسالب والصفر، بس الصحيح بس. وكلمة صحيح معناها مفهوش كسور، زي 1 2 3 4، 0 سالب 1 سالب 2 سالب 3، مفيش أي كسور عندي.
طيب هنا اهو -2 و5 أعداد صحيحة اهي، يبقى ينتمي. طب الدي عبارة عن -نص و2/5 ينتمي لكيو ضرب كيو اللي هي الأعداد الكسرية. في معلومة هنا مهمة لازم تبقى عارفها، إنك لازم تكون عارف كل مجموعة عبارة عن إيه. طيب تعالى بقى نحل مسائل، هتلاقي الدنيا سهلة جدا بإذن الله. أول حاجة هنا مثلا هو السؤال هنا بيقول اوجد قيمة إكس وواي ومديني زوجين مرتبين متساويين. زي ما قلنا في الشرح ممكن ترجع له بسهولة، المسقط الأول هيساوي المسقط الأول والمسقط التاني هيساوي المسقط التاني. يبقى مباشرة كده هقول إكس بتساوي جذر 25. تمام، إكس هتساوي جذر 25 اللي هو 5. طيب الواي هتساوي الجذر التكعيبي ل27 يساوي 3. سؤال سهل جدا وبسيط. سؤال جميل جدا من أسئلة الزوج المرتب في درس حاصل الضرب الديكارتي. مثلا جينا قال لك إيه؟ الزوج المرتب 5 أس إكس ناقص 2 وإكس وواي زوج مرتب يساوي الزوج المرتب 1 و18. طيب بص، أول خطوة سهلة جدا ونصيحة ليك اكتب الخطوات عشان تاخد على درجات. هنا هساوي المسقط الأول بالمسقط الأول، يبقى أقول له 5 إكس ناقص واي يساوي 1. الحمد لله كويس. دي أول حاجة. بص بقى، خدت في أولى إعدادي وفي الغالب المستر أو المس اللي كان بيديك قالت لك بالنص كده إن لما يكون عندي 5 أس إكس ناقص 2 يعني الأس هنا فيه ناقص، لما يكون الأس فيه ناقص يبقى التاني ده كده بينزل تحت، بيكتب تحت هنا بالأساس 5. يعني كأن 5 أس إكس ناقص 2 دي كده عبارة عن 5 أس إكس على 5 أس 2. طيب تعالى كده على جنب عشان تفهمها أكتر لو حد مش فاهمها. مثلا نفترض قلت لك كده 3 أس 5 على قسمة مثلا 3 أس إكس. كنا بنعمل هنا في القسمة، كنا بنقول في القسمة بنطرح الأسس، ده عبارة عن 3 أس 5 ناقص إكس. طب خليك نصح بقى، هنا عكسها لك، اداك الناقص اهي 3 أس 5 ناقص إكس اللي هو الأس الناقص. لا انت بقى خليك ناصح، رجعه تاني لأصله عملية قسم زي ما عملنا هنا كده اهو، هو مديوني هنا بالناقص اهو، خلاص يبقى انت رجعه تاني عملية قسم. يبقى خد الجنب ده كله كده اهو -2 ده اللي هو ناقص 2 ده ينزل تحت هنا كده، يبقى كأني بقول 5 أس إكس اهي على 5 أس 2. طيب ده بيساوي كام؟ 1. يجي طالب يقول لي جه منين الواحد ده يا مستر؟ اقول له يا ابني ركز، ما هو المسقط الاول بيساوي المسقط الاول، المسقط الاول بيساوي المسقط الاول. طب تعال هنعمل حاجة اسمها الضرب التبادلي، وهتسمعه كتير جدا الفترة الجاية وسمعته قبل كده في الدرس اللي فات، لازم تكون متمكن منه. هنعمل بقى، هنعمل الضرب التبادلي ازاي؟ تيجي تقول لي طب ما مفيش حاجة هنا في هوا، اقول لك لا، المقام ده واحد مش مكتوب. اعمل بقى الضرب التبادلي كده اهو، 5 أس 2 في 1 ب5 أس 2 يساوي 5 أس إكس في 1 ب5 أس إكس. ده سهلة جدا. ايه ده 5 هنا و5 هنا اهو، أساس هنا 5 وأساس هنا 5. إذا تقول له إذا على طول كده الإكس تساوي 2. كده خلاص، كده احنا جبنا الإكس. خش بقى على المسقط التاني، المسقط التاني يساوي المسقط التاني، يبقى إكس واي يساوي 18. طب خليك ناصح كده، انت جبت الإكس بكام مش ب2؟ اعمل تعويض، يعني شيل الإكس وحط الرقم بتاعها اللي هو 2، يبقى قول 2 واي، شلنا الإكس وحطيت مكانها 2 والواي لسه مش عارف هي بكام فنزلها زي ما هي مجهولة، يساوي 18. نقسم بقى على كام؟ عايزك قبل ما اقولها دلوقتي انت تقولها، قبل ما اقول دلوقتي هقولها انت بسرعة. نقسم على كام؟ نقسم على الاتنين اهو، الاتنين كده، يبقى واي تساوي 9. سؤال على الضرب الديكارتي مهم جدا. جه قال لي مثلا إذا كان إكس بتساوي 2 وسالب 1، واي بتساوي 4 وصفر، زد بتساوي 4 و5 وسالب 2. أول حاجة اوجد إكس ضرب واي، إكس في إكس وإن زد في زد وإن
اكس ضرب زد. طيب نمشي بقى خطوة خطوة كده عشان السؤال ده طويل شوية، عشان هنعمل في التمثيل بالمخطط السهمي والبياني. أول حاجة هنعملها دلوقتي، أول حاجة هنعملها بكل بساطة هنكتب إكس ضرب واي. أهي الإكس أهي ضرب الواي أهي. نبدأ نكتب يساوي الإكس أهي والواي أهي 2 و4 أهي. بعد كده 2 وصفر. بعد كده -1 و4. بعد كده -1 وصفر. ده كده إكس ضرب واي. طب جه قال لي اعملوا بالمخطط السهمي والبياني. بص بقى نعمل ايه بقى. ده الجزء اللي قلت لك في الشرح ان انا هقوله في التمارين هنا. اول حاجه هنعمل مخطط السهم، سهل جدا وهتحبه بكل سهوله. هنعمل كده اهو وكده اهو، تمام. الاكس هتحط الارقام بتاعتها 2 و1. الواي حط الارقام بتاعتها 4 وصفر. اكتب هنا كده اكس وهنا واي. من 2 و4، من 2 ل4 نعمل سهم كده اهو كده 2 وصفر اهي. -1 و4 اهو. -1 وصفر اهو. ده كده اسمه المخطط السهمي. طيب مثلا قال لي عايز اكس أس 2. طب ده بيساوي 2. بص انا دايما بكتب كده اهو 2 و-2 اهي -1 عليها من فوق. نبدأ بقى كده اهو 2 و2. 2 و-1. بعد كده 2 و2. 2 و-1. بعد كده نعمل ايه بقى؟ -1 و2. طب بعد كده -1 و-1. طيب عشان نعمل بقى مخطط سهمي ليها، اول ما تلاقي المجموعه نفسها احنا بنعمل مخطط سهمي جميل شويه. بصوا بنعمل ايه. انا هكتب الاتنين كده اهي والسالب 1 كده اهو اللي هي عناصر الاكس. طب اول حاجه 2 و2. شوف بقى بنعمل بقى، بتعمل الاتنين كده دايره على نفسها كده. طيب نيجي بعد كده الاتنين و-1 تطلع من الاتنين كده سهم اهو. طبعا انا هنا غلطت غلطه، المفروض تبقى دايره كده، معلش الغلط بس الخط غلط شويه. نعمل كده اهو دايره على -1 من 2 ل-1 اهو كده اهو. طيب بعد كده من -1 ل2 اهو كده اهو. طب اخر حاجه -1 اعمل دايره على نفسها كده، و2 و2 دايره كده. طبعا هنا خد بالك في رسم غلط، المفروض تبقى كده 2 ودايره كده. انا بس القلم غلطت وانا برسم. سؤال جميل جدا على حاصل الضرب الديكارتي ومختلف شويه. اكس أس 2 بتساوي 1 و1 1 و2 2 و1 2 و2. اوجد اكس. بص سهله جدا. الاكس بتكون على طول الارقام اللي هي المسقط الاول. يعني هنا 1 اهو، وهنا 1 مكرر لا، يبقى 1 و2. خلصت المساله كده. هتاخد الارقام دي كده وطبعا بدون تكرار 1 و2. طيب جه قال لك مثلا انا عايز اجيب المجموعه دي. مثلا جيت قلت لك مثلا اكس بتساوي مثلا 1 و2 و3، واي بتساوي 4 و5، وجيت قلت لك اوجد ان اكس ضرب الواي. شوف بقى هتعمل ايه بقى. ان اكس ضرب الواي دي معناها انا عايز عدد الازواج المرتبه اللي هتطلع، مش عايزك تكتب الازواج المرتبه، عددها بس. سهله جدا. كل ما في الامر هات عدد عناصر اكس 3. هنا 1 2 3 3 عناصر في عدد عناصر واي 2 بيساوي 6. ده معناه ان عدد عناصر الضرب الديكارتي اكس ضرب واي هيساوي 6 ازواج مرتبه. سؤال اخير مهم جدا على حاصل الضرب الديكارتي. جه مثلا قال لي انت عندك دلوقتي
ان اكس ضرب واي بيساوي 6. يعني عدد الازواج المرتبه اللي هتطلع من حاصل ضرب ديكارت اكس ضرب واي هيساوي 6. طب وبعدين بقى اكس فرق الواي ضرب الواي يساوي 1 و2 و1 و3. السؤال اول حاجه اوجد اكس واي، واوجد حاصل الضرب الديكارتي لاكس تقاطع واي ضرب الواي. بص هنعمل ايه. اول حاجه عشان اجيب الاكس والواي تعالى نحلل هو اداني ايه. ونصح ليك وانت بتحل المسائل دايما اسال عقلك ازاي ممكن تستفيد بالحاجه دي. هنا قال لك اكس فرق الواي ضرب الواي بيساوي الزوج المرتب 1 و2 و1 و3. طب انا هكتبها كده على جنب عشان تبقى التركيز عليها اكتر. اهو 1 و2 و1 و3. طيب اسال عقلك كده، مش احنا قلنا دايما ان المسقط الاول ده بينتمي اللي بيتكتب هنا اللي هو الاول. يعني هنا معناها ايه على طول؟ ان اكس فرق الواي عبارة عن 1 على طول كده. الاكس فرق الواي عبارة عن 1، واكيد الاتنين والتلاتة دول هما الاتنين موجودين في واي، والواي عبارة عن الاتنين وتلاتة. بالمنطق كده اهو، كل الاول موجود هنا وكل التاني موجود هنا، يعني الواحد ده موجود في الاكس فرق الواي، اما الاتنين والتلاتة هما الاتنين موجودين في الواي عشان هي المساقات التانية. طيب يبقى انا كده جبت الواي خلاص. حلو. طب اكس فرق الواي دي معناها ايه؟ اللي موجود في اكس ومش موجود في واي. اللي موجود في اكس ومش موجود في واي. طب ده معناه ايه؟ لما يكون الموجود في اكس ومش موجود في واي هو واحد، اذا الواحد ده مش هيكون موجود في واي. طب ده على طول معناه ان الواي هي 2 و3. طيب في معلومة تانية ما استخدمناهاش، ايه هي بقى؟ ان اكس ضرب واي بيساوي 6. ان اكس ضرب الواي يساوي 6. تعالى بقى هنا، الستة دي لو حللناها تبقى كام في كام؟ مش 3 في 2؟ صح، 3 في 2. طب ده معناه ايه؟ لو قلنا ان الاتنين دي عنصرين بس وهنا 3 عناصر، طب مين اللي في دول عنصرين؟ الواي اهي، الواي عنصرين صح؟ يبقى دي كده الواي اللي هي العنصرين اللي هي كام وكام؟ 2 و3. طب ده معناه ايه بقى؟ معناه على طول ان الاكس 3 عناصر. طيب الاكس احنا عرفنا نجيب منها الواحد، يبقى مين العنصرين التانيين الباقيين؟ 2 و3. يبقى ده على طول معناه على طول كده ان الاكس عبارة عن 1 2 3 والواي عبارة عن 2 و3. عملناها زي ببساطة تاني هو عشان اللي مفهمش. هنا هو مديني حاصل ان اكس واي، ان اكس ضرب واي اللي هي عدد الازواج المرتبة اللي هتطلع من اكس ضرب واي هو 6. طب الست عبارة عن كام وكام؟ 2 في 3. طيب طبعا ممكن 6 في 1، ممكن اختار 6 في 1، بس في مشكلة هنا. هو مديك الواي باتنين، الواي بعنصرين، فبالتالي انا لازم اختار 2 في 3 عشان الواي هنا بعنصرين، وبالتالي الاكس هتكون هي التلاتة اللي هي التلات عناصر. طب احنا عرفنا منهم عنصر واحد بس اللي هو الواحد، لان الواحد موجود في اكس ومش موجود في واي. باقي عنصرين مين هما؟ اكيد الاتنين والتلاتة. يبقى على طول كده اكس 1 و2 و3 والواي 2 و3. يبقى احنا كده جبنا الاكس اهي وجبنا الواي. طيب نكمل. هو هنا قايل لك اوجد اكس تقاطع واي ضرب الواي. طب تعالى كده نجيب اكس تقاطع واي الاول. اكس تقاطع واي هي العناصر المشتركة، يعني موجودة في الاكس والواي في نفس الوقت. طب مين؟ 2 و3. يبقى اكس اهو الاتنين موجودة هنا وهنا اهي، والواي موجودة هنا وهنا، والتلاتة موجودة هنا وهنا اهي. يبقى 2 و3. طب حلو قوي. نكمل. هو عايز اكس تقاطع واي ضرب مين بقى؟ ضرب الواي. الواي اللي هي مين؟ الواي اللي هي 2 و3، يعني كأنه عايز واي ضرب نفسها. طب ده بيساوي على طول كده 2 و2.
2 و3. بعد كده 2 و2، 2 و3، 3 و2، التلاتة والاتنين، التلاتة والاتنين، آخر حاجة 3 و3. ده آخر مثال هحله معاكم هنا في الفيديو ده. يعني أتمنى إن يكون الشرح قد يكون إن يكون فاتكم. لو في أي مشكلة قولوا لي في التعليقات، وأنا بإذن الله هحلها لكم.